اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوين. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه بقى ايه في الكسكسي اللي معانا ده. في ناس بتقول عليه كسكسي وفي ناس بتقول عليه مبروم. طبعا هنا بقى كان عندي الكسكسي، طبعا كان عايز يتبوخ، اللي هو يعني يتحط على النار وكده. انا طبعا مش هحطه على، كملوا بقى معايا الفيديو هقول لكم هعمل فيه ايه. طبعا الكسكسي ده انا كنت شارياه من طنط، ربنا يا رب يخليها كده ويكرمها يا رب ويوسع رزقها. إيه بجد حاجتها حلوة قوي ونضيفة جدا. انا طبعا مش بجيب الحاجات دي غير ما عند حد مضمون قوي. طبعا الكسكسي انا بعرف اعمله في الكبة، بس انا الكبة بتاعتي مكسورة. المهم بقى ايه، مسكت الكسكسي كده، ضفته ضفته في الكيس زي ما هو اصلا كان في الكيس. ضفت عليه السمنة وهضيف عليه معلقتين من المية، مش اكتر من كده. وهربط الكيس، هقفله كويس قوي وهخرمه كده وهبوخه بقى في الميكرويف. حد يقولي ازاي غلط ومش غلط؟ لا بجد بيبقى خطير، اكنكم بجد لسه جايبينه وبيبقى بجد طازة وبيبقى بجد طعمه خطير وحلو قوي. بصوا زي ما قلتلكوا وريتكوا كده الايه، الخرم بتاع الكيس. وطبعا انا دخلته بالكيس مباشر، ما ضفتوش في طبق ولا اي حاجة. ضفته بقى على الطبق بتاع الميكرويف كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى اللهم بارك ما شاء الله. بصوا بقى وانا ايه، بعد ما بوخته ما اخدش 3 دقايق بالظبط في الميكرويف. بصوا بقى، بس بجد الجمال عدى الكلام. ولو ما عندكيش مايكرويف ممكن تضيفيه في المقلاية وتوطي عليه كويس قوي، النار هادية خالص، وتضيفي عليه السمنة ومعلقة صغيرة خالص لا تذكر كده من المية. برضو هيبقى ايه، هيتبوخ كده وهيبقى تحفة. بصوا بقى ما شاء الله بجد كان خطير، اكنه لسه بقى ايه نازل من على النار دايركت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيفله بقى حتة سمنة كمان علشان بحب ايه الكسكسي فيه سمنة كتير كده. وطبعا بعشقه بالسكر واللبن، سكر البودرة كده واللبن. بجد لو لسه ما جربتهوش في الميكرويف بالطريقه دي فايتك كتير قوي. وهنا بقى بضيف له السمنه، هقلبه تقليبه كويسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بعمل الحاجات دي البنات اللي لسه مبتدئه، وانا عارفه ان انتوا كلكم شطار، ربنا يصلح ما بين ايديكم يا رب. ولو انتوا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس عشان ينزلكوا كل جديد من فيديوهاتي. احلى متابعين في الدنيا، بجد خطير، كان طعمه حلو قوي. ويقولوا لي بقى انتوا بتحبوه ولا لا؟ انا طبعا بعشقه وبحبه قوي. احنا بقى عندنا بناكلوه بالكفته. هبقى انزل لكم بقى الفيديو كامل مع بعض. هنا بقى بقول لكم ما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد.